صحيت على صوت بينادي عليا باسمي، لكن مفيش حد في البيت. قمت مفزوع، فتحت الباب، لقيت ورقة مرمية تحت الباب مكتوب عليها: ارجع قبل فوات الأوان. قبل ما نكمل القصة، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من القصص اللي هتخليك تفكر وتراجع نفسك. فضلت أبص حواليا، مفيش أي صوت غير قلبي اللي بيدق بسرعة. فتحت الورقة تاني، لقيت تاريخ مكتوب: يوم موتك. خفت جدا ورجعت أوضتي، ركعت ركعتين وقلت: يا رب، لو الرسالة دي منك فهمني، ولو من الشيطان احميني. من اليوم ده حياتي اتغيرت، وبدأت أقرب من ربنا، وبطلت ذنوبي واحدة واحدة. بس لحد النهاردة مش عارف مين اللي بعت الرسالة. لو انت مكانه كنت هتفسر الرسالة دي ازاي؟ وافتكر، الرسائل من ربنا ساعات بتيجي في وقت احنا مش مستعدين فيه. قولولنا في الكومنتات، هل فعلا ربنا ممكن يبعت لينا إشارات زي كده؟ وشارك القصة مع اللي بتحبهم.